في جزيرة بعيدة وسط البحر الخطر ينزل عليهم من السماء. جزيرة بير كل فترة وفترة تهجم عليهم تنانين تسرق الأغنام وتطير بلا رحمة. وسط الجزيرة نشوف هيكاب الولد اللي الكل يشوفه ضعيف بلا فائدة. ما يعرفوا أن أذكى وأخطر واحد في القرية زعيم القرية ستويك والد هيكاب. هذا أسطورة في شبابه كان يقطع رؤوس التنانين بلا خوف، لكن لما يشوف ولده وسط المعركة ينفجر غضب. كم مرة قلت لك لا تطلع من البيت يا حيوان، ارجع يلا قبل ما أقطع رأسك قبل رأس التنين. هيكاب المسكين قلبه يحلم يصير مقاتل أسطوري مثل البقية، لكن المصيبة ما حدا أعطاه فرصة. واقف يتفرج على الشباب اللي في عمرهم يقاتلوا ويساعدوا أهل القرية وجالس يشعر إنه بلا قيمة. بس البطل ما جلس مكتوف الأيدي. هيكاب اخترع آلة مجنونة ترمي شبكة وتصيد التنانين من مسافة بعيدة. المدرب هوبر شافه وضحك ضحكة ساخرة. ايش آلة بتصيد تنين؟ خلاص الله يستر على القرية. الهجوم مستمر، التنانين مولعة الدنيا في القرية، وهيكاب قلبه يفترق ويشوفهم. وفجأة من بين الدخان والدمار يظهر غضب الليل، تنين اسطوري اسود كالظل يضربك من بعيد وفي طرفة عين يختفي وكأنه دخان. هوبر والرجال طلعوا للحرب، وهيكاب هذه فرصتي اللي كنت اتمناها. اخذ اختراعه المجنون وطلع فوق الجبل، ولما لمح غضب الليل بوم الشبكة اصابت الهدف والتنين الاسطوري سقط في الغابة. هيكاب فرحان مش مصدق نفسه، لكن المفاجأة ما خلصت. يظهر تنين تاني ويهجم عليه. هيكاب هرب بسرعة والتنين وراه، وقبل ما يمسك التنين ظهر ابوه اخيرا وانقذه. التنانين انسحبت ومعاه كل الأغنام والقرية صارت خسرانة. ستويك كان يغلي من الغضب. هيكاب حاول يشرح له أبويا ما اصطاد غضب الليل، صدقني شفت بعيني، لكن أبوه ما صدق وصرخ عليه قدام الكل. انت خربت علينا خطتنا وشوفتك بهذلتني قدام الناس. مكسور وخاطر راح اشتكي لهوبر. يا ليتني زي البقية، مش دايما اكون انا الغلطان. بعدها جمع ستويك كبار القرية لمناقشة خطة تدمير قش التنانين. الشيخ جو يقاتلوا منها عرفت مكان القش وقرروا الانطلاق. قبل الرحيل جلس ستويك مع هوبر وقال له انه خايف ان ولده ما يعرف يقاتل. هوبر رد عليه ليه ما تدخل تدريب التنانين مع باقي الاولاد، يمكن يطلع من الشيء ما تتوقع. وهيكاب اخذ نفسه وراح الغابة يبحث عن غضب الليل. بعد بحث طويل لقى عالق في شبكة اللي صنعها بيده عاجز عن الحركة. اقترب هيكاب رفع السكين مستعد يقتله، لكن لما نظر في عيون التنين ما شاف وحش، شاف مخلوق مستسلم كأنه يقول له يلا خلصني. قلب هيكاب ما طاوعه، قطع الحبال وقال له يلا روح انتحر. التنين هاجم مباشرة زئر في وجهه ومشى، لكن ما قدر يطير بسبب زعنف الدين المكسورة. رجع هيكاب البيت وقال لأبوه بكرة تبدأ تدريب التنانين مع باقي الأولاد. هيكاب وافق مستعد لمغامرة جديدة. في اليوم التالي دخل ساحة التدريب مع باقي الأولاد. أوبر قال لهم اليوم اختبار محاكمة اللعب، يعني مواجهة تنين حي. العيال ضحكوا على هيكاب، ده ضعيف بيهرب أول ما يشوف التنين، لكن هيكاب ابتسم وخلاهم يترمبزوا. أوبر دخل التنين الضخم قال بالساحة وقته. العيال تصايحوا وهيكاب قلبه يدق كأنها طب الحرب، لكن أوبر سيطر على التنين ورجع القفص قبل ما يؤدي أحد. رجع هيكاب للغابة يبحث عن غضب الليل وشابه ويحاول الطيران، لكن المسكين كل مرة يسقط. فكر هيكاب وبدأ يرسمه، ثم رجع البيت وجلس يتعشى مع باقي الفريق. هيكاب لمح لاستريد وقال لها أنا أعتقد أن التنانين مش مثل ما نظن، يمكن نكون غلطانين. لكن استريد ردت علي رد قوي وقالت لي إذا في واحد غلطان فهو أنت، وجودك معنا أكبر أب علينا. وفي مكان آخر ستويك وأسطول يبحرون وسط ضباب كثير. فجأة تهجم عليهم التنانين واندلع قتال شرس، لكن الفايكنج وقفوا بكل قوتهم. نرجع لهيكاب. في التمرين الثاني واجهوا النادر المميت، تنين نادر وخطير جدا. الكل هرب الا استريد افضل مقاتل في القرية، مهاراتها عالية وسرعتها رهيبة. ضربت التنين بكل قوة ورجعت القفص وقالت لهم بسخرية وغضب انتم ديوانات ما تقدروا حتى تدافعوا عن نفسكم. نقطة اللي صار استريد. هيكاب رجع للغابة مرة ثانية ومع سمكة كبيرة لقى غضب الليل وبدأ يقرب منه بهدوء وقدم للسمكة. التنين فتح فمه، ها ما عندك اسنان؟ شكله بلا اسنان. وفجأة طلع اسنان الحادة، ومن هذا اليوم سمى توثريس بلا اسنان. توثريس كان محاصر مش قادر يطلع، وهيكاب يحاول يقرب منه اكثر. مرت الايام وهيكاب صار يقضي وقت اطول مع توثريس، وفي لحظة مؤثرة سمح للتنين يلمس انفه وكأنه يقول له انا وثق فيه. رجع هيكاب للبيت وفكر لازم ساعد توثريس تطير. صنع له زعنفة اصطناعية للديل، ولما خلصها انطلق له مرة السمك. لكن اول ما طلع على ثعبان البحر اكتشف ان التنانين تخاف منه. ركب له الزعنفة وفجأة توثريس طار وهو ماسك على ديله، لكنه ما قدر يتحكم بنفسه وسقط. كان لازم هيكاب يركب معه ويوجهه. وفي ساحة التدريب جابوا لهم تنين جديد برأسين مرعب، هاجمهم وسط الدخان. هيكاب بفكره عبقري جاب ثعبان البحر
ظهر ولوح قدام التنين، والتنين خاف ورجعوا قفص، والكل وقف مذهول. ايش سويت يا هيكاب؟ بس الولد ما رد، انطلق على طول التوثليس وحاولوا الطيران مع بعض مرة أخرى، بس التحكم بالزعنفة خانهم وطاحوا على جبل بعيد. وهناك اكتشف هيكاب ان التنانين تكره هذا القشب الصغير، وفي اليوم التالي خلال التدريب يهجم عليهم التنين، لكن هيكاب ينفخ القشب في وجهه وها هو يسقط مباشرة. نفطتين لهيكاب. الشباب صار يلحقوه ويسألوا عن الطريقة، وهو يهرب ويرجع لصاحب التوثريس يلعب معاه ويلمس نقطة معينة في جسمه، وفجأة التنين يهدى ويطيح. نقطة ضعف جديدة. في مواجهة مع التنين الآخر استريد حاول تهاجمه، لكن هيكاب كان أسرع، هداه ولعب بعقله. الجمهور مبهور واستريد صارت تشك فيه أكثر. سرت الآخر. هيكاب عرف ان التنانين تنزرق من ضوء الشمس منعكس. في تمرين آخر تنين صغير اسمه رعب يهاجم ميرب أنت جيمز، وهيكاب يعكس الضوء بدرعه ويخليه كالمسحور ثم يرجع قبص. الشيخ أوتي تراقبك وهذا الولد مش طبيعي. بعدها نراه فوق فار توثليس ماشي في ورقة مليانة خطط ورسومات كأنه فوق طيارة حربية. نطلع فوق ونختبر كل شيء. ارتفع في السماء والغيوم تحتهم يطيرون بسرعة خارقة، وفجأة ريح قوية تهب والورقة تطير من يده وبدأ يهوم نحو الأرض. لكن هيكاب تمسك ليس بالخطة ولا بالورقة بل بقلب توثليس نفسه. من تلك اللحظة صاروا يطيرون كأنهم روح واحدة. بعد أيام عاد ستويك إلى بيرك مع أسطورة فاشلين من العثور على قش التنانين. أول ما وصل سمع الناس تتكلم عن نجم التدريب الجديد وهو هيكاب، وقف مذهول. إبري مستحيل. يونا دمعت من الفخر. قدها يا ولدي. لكن الفخر ما طول. قال باقي خطوة أخيرة لتثبت نفسك إنك بطل حقيقي، لازم تبطل تنين قدام الجميع. هيكاب انصدم، ما قدر يتقبل الفكرة، قرر يهرب مع توثليس. لكن استريد اكتشفت سره، شافت بعينها غضب الليل التنين الأسطوري نفسه. طبعا ارتعبت، لكن هيكاب هداها، ما راح يأديك ثق فيني. ركبت على ظهر التنين قلبها يدق من الخوف، وانطلقوا بسرعة جنونية بارتفاع صاروخي وهبوط مفاجئ. كانت ميتة من الخوف، لكن بعد ما همست التنين انا اسفة صار اهدى وخلاها تجرب الطيران بحرية مثل ما فعل مع هيكاب اول مرة. لكن المتعة ما طولت، ظهرت اسراب من التنانين متجهة نحو الجزيرة. توثليس الحكم حتى وصل الى كهف ضخم، وهناك اكتشفوا قش التنانين وشافوا شيء ما كان في الحسبان، وحش بحجم جبل الموت الاحمر. غاضب لان احد التنانين رجع بدون اكل كفاية، فما كان منا الا انه اكل امام الجميع. رجعوا الى بيرك. ستريت كانت ناوي تكلم اهل القرية عن مكان قش التنانين، لكن هيكاب وقف وقال لها لو عرفوا اول واحد بيموت هو صديقنا توثليس. وفي اليوم التالي مباراة هيكاب النهائية، خصمه الكابوس الوحشي تنين نار ونار. هيكاب دخل الحلبة وحاول يثبت ان التنين مش شرير، لكن والده شاف الموقف وانفجر غضب. هذا افزع الكابوس الوحشي وقال يهاجم هيكاب مباشرة. توثليس حس بالخطر، طار من مخبأ باقصى سرعة لينقذ هيكاب، وبدون تردد هاجم الكابوس وضحى بنفسه علشان يحميه. لكن الفايكنج مسكوه وربطوه. هيكاب بينفجر عليه. والده كان في قمة الغضب منه، سحب بقوة وقال له كيف تخون تقاليدنا يا حيوان؟ رد عليه هيكاب قال له لازم نوقف قتال التنانين، وتهاوش مع والده. بدون ما يقصد كشف انه يعرف مكان القش وان توثليس يفضل يدلهم عليه. ستويك اول ما سمع الكلام قرر نفس الوقت ياخذ توثليس ليدلهم على المكان. هيكاب حاول يمنعه وبدا يترجاه، لكن ستويك قال له الكلمة اللي كسرت قلبه، من اليوم ما عاد لك مكان بيننا وانت ما تعتبر ابني. الفايكنج اخذوا توثليس وانطلقوا مباشرة نحو القش. اما هيكاب جالس وحيد ومكسور، لكن ستريد ما سمحت له يستسلم وقالت له ما فات الاوان، نقدر نصلح كل شيء. جمع اصحابه الخمسة وقال لهم لازم ننقذ توثليس وننقذ قريتنا. الخطة عمدي نسرق التنانين المسجونة ونستخدمها. في نفس الوقت الفايكنج وصلوا لجزيرة القش وبدأوا يقصفوا بأسلحتهم الضخمة. تنانين كثيرة هربت، لكن فجأة يظهر لهم الوحش الحقيقي الموت الأحمر يطلق النار من كل الاتجاهات. السفن اشتعلت، الصراخ في كل مكان، وتوثليس مقيد ما يقدر يتحرك. يحاول يصدوه لكن بلا فائدة. في لحظة بدأ الموت الأحمر يستعد لضرب ستويك، لكن الأوراد وصلوا على تنانينهم كأنهم أبطال خارقين وبدأوا الهجوم. هيكاب ما ضيع وقت، طار مباشرة نحو توثليس يحرره، لكن السفينة اللي كان مربوط فيها غرقت. حاول يفك القيود، الأمل ينتهي وما قدر يفكها، وفجأة قفز ستويك بنفسه وسط الماء وحرر توثليس بيده وصعد هيكاب فوقه وقال له بحزن وندم انا اسف يا ولدي، كنت غلطان بحقك، والان المعركة معركتك. هيكاب وتوثليس واجهوا التنين العملاق، لكن التنين العملاق كان غاضب جدا وطار وراهم. طاروا فوق حتى دخلوا بيوم. هناك خطط هيكاب بخطة مجنونة قد تغير كل شيء. بدأ يهاجم بكل قوة وانطلقوا بسرعة قصوى للأعلى، والوحش فتح فمه مستعد يقضي عليهم، لكن توثليس استغل الفرصة وضرب داخل بطنه وأنهاه مباشرة. الوحش سقط، ضرب الآخر
الأرض وكأنه قنبلة، لكن لحظة هيكاب سقط من فوق التنين. توثليث انطلق بعد مباشرة يحاول يمسكه قبل ما يضرب الأرض. بعد هذا كله على الأرض ستوي كان يصرخ ويدور على ولده. يا ولدي وينك؟ شاف توثليث مرمي وحالته سيئة جدا وهيكاب مختفي والجميع في حالة صدمة. الصمت يخيم، الأب يبكي على ابنه، الكل زعلان، لكن في توثليث يفتح عينه ويظهر هيكاب محتمي بين جناحيه. الفرحة تنفجر، الكل يصرخ ويضحك. هيكاب رجع. بعد أيام هيكاب يستيقظ على سريره بجانب توثليث، يحاول يوقف لكن يكتشف الحقيقة المؤلمة. ساقه اليمنى مفقودة مكانها بطرف صناعي معدني. فتح الباب انصدم من المنظر، شيء لم يكن يحلم به أبدا. القرية كلها مليانة تنانين يمشون بين الناس، يأكلون معاهم ويضحكون ويلعبون في كل زاوية. بيرك القرية التي كانت تخاف التنانين صارت اليوم تعيش معاهم كأنهم أصدقاء واهل. وأوبر جاب لتوثليث زعنفة جديدة، والنتيجة السرعة صارت جنونية والطيران أمتع من قبل. هيكاب وتوثليث ومع باقي الأصدقاء يطيرون فوق الجزيرة، يلفون ويدورون ويصرخون من الفرح. وفي الأخير يقول هيكاب بيرك مش أحسن مكان في العالم، لكن فيها شيء واحد يخليها الأفضل وهي التنانين. وينتهي الفيلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسى يا صديقي تصلي على النبي وتدعمنا بلايك واشتراك.